السلام عليكم، ازيكم؟ انا فاطمه ابراهيم. عاوزه اعمل معاكم مجموعه فيديوهات جديده. اول ما فتحت القناه كان هدفي اني انا اخد اجمل الوصفات حول العالم واعملها بالطريقه اللي تناسبنا احنا كمصريين. عاوزه ابدا انفذ ده دلوقتي. قررت اني ان شاء الله انزل كل اسبوع فيديو من بلد مختلفه، اروح البلد دي واخد الوصفه المشهوره عندهم واعملها بذوقنا وبطريقتنا احنا كمصريين. هعمل اول حاجه طبعا مصر، انا مجهزه لكم الوصفه بتاعتها اللي كلنا بنموت فيها. تاني وصفه عاوزه اعملها تبقى من المطبخ الاسيوي لان بيطلب مني كتير جدا. انا دلوقتي داخله مطعم مشهور قوي اسيوي، هو عباره عن اوبن بوفيه فيه مجموعه كبيره جدا من الوصفات الاسيويه. عايزاكم انتوا اللي تختاروا بنفسكم الوصفه اللي انتوا عاوزينها. هصور كل الوصفات اللي موجوده، واكتر وصفه هتطلب مني في كومنت هي دي اللي انا هعملها علشان يبقوا على ذوقكم. يلا بينا ندخل نشوف الاكل مع بعض. اول وصفه معانا دي طعمها بيبقى تحفه، من الحاجات اللي انا بموت فيها. دي بتبقى كفته سمك ملفوفه كده على جمبري، كل جمبريه كده عليها كفته السمك. بيبقى شكلها وطعمها حلو جدا، خصوصا في العزومات بيبقى كده على شكل البومبو. شكلها وطعمها لذيذ قوي. دي نفسي ابقى اعملها لكم برضو، فعلا جميله. تاني وصفة معانا دي لحمة مشوية بالترياكي صوص، برضو طعمها حلو. ودي سمكة سلمون معمولة بسويت اند شيلي صوص، بتبقى مسكرة كده شوية، برضو يعني لذيذة. والفاصوليا دي برضو على فكرة بتبقى فعلا حلوة جدا جدا، انا بموت فيها. كنت عاملاها لكم قبل كده وقلت لكم ان اهم حاجة فيها ان احنا منسويهاش اكتر من 4 دقايق عشان تبقى كريسبي كده وحلوة. ودي برضو فراخ معمولة كده برضو بالخضار، البصل والفلفل، برضو طعمها لذيذ، بيبقى برضو عليها باربيكيو صوص. ودي بقى برضو انا من عشاقها، اسمها سيسيمي تشيكن. دي انا عملتها لكم قبل كده، الوصفات اللي انا عملتها لكم هحطها لكم في صندوق الوصف عشان لو عاوزين ترجعوا لها. الفراخ دي برضو حلوة جدا، جربوها. وده بقى العشق طبعا، ده بقى السبايسي والحاجة الرائعة، ده الجندوفلي. بيعملوه برضو كده بالسويت اند شيلي صوص ومعاه فلفل حامي، برضو رائع. وده مشروم بالباربيكيو صوص، ده بصراحة ما عجبنيش. ودي برضو انا بحبها قوي، دي اسمها فراخ بالجارليك صوص، بتتعمل برضو بالخضار كده وصوص الثوم، بتبقى لذيذة جدا. وده الرز الصيني الشهير بنموت فيه احنا برضو، اسمه فراي رايس. ده بالبيض، بيبقى طعمه حلو قوي. وده برضو نفس الشكل بس زيادة عليه الكركم، وبيتحط معاه بسلة وجزر، برضو طعمه بيبقى حلو جدا. ودي الكراب لاج اللي هي الكابوريا المصنعة مش الحقيقية. دي معمولة بالزبدة ومحطوط عليها كده شوية توابل. دي بقى انا بحبها اكتر. دي عليها صوص كده زي صوص البشاميل، بيبقى خفيف قوي كده، ومحطوط عليه برضو بارميجان، وعليها سيلوري اللي هو الكرفس. بيبقى دي بالنسبة لي رهيبة، وعلى الوش كده موتزاريلا حلوة جدا. ودي المكروني تشيز، هي دي مش صينية قوي، المكروني تشيز امريكية. ودي كرات سبانخ كده معمولة بالموتزاريلا، دي بصراحة ما حبيتهاش خالص. وده بقى جمبري، هنا برضو بيعملوا الجمبري كده بقشره، بيتبلوه يقلوه على طول. ودي برضو انا بموت فيها، اسمها لوميه. انا كنت عاملاها لكم قبل كده بس بالسباكيتي، بس اللوميه الصح بتاعها ان هي بتتعمل بنوع النودلز ده. دي برضو بتبقى لذيذة جدا، عاوزة ابقى اجربها لكم عشان فعلا حلوة قوي. وده جمبري مكرمل معمول كده بجوز الهند وصوص المايونيز، ده برضو بالنسبة لي رائع، بحبه قوي. ودي بقى المخللات بتاعتهم، ده خيار كده معمول بطريقة الكارباتشيو. وده برضو نفس الحكاية، كارباتشيو، ده برضو طعمه بيبقى لذيذ جدا. بس مش اي حد ده يقبله لانه بيبقى طعمه حاد كده شوية. وده بقى الكبير خالص، ده اخطبوط، بس بصراحة ما دقتوش، معرفش اقول لكم طعمه حلو ولا وحش، بس هو شكله جبار، شكله حامي قوي، وندمانة ان انا بصراحة ما جربتوش. ده هجربه المرة الجاية وبقول لكم رأيي فيه ايه. ندخل بقى على التقيل، نروح للسوشي. طبعا مش كل السوشي عبارة عن اسماك او لحوم نية، في منهم ما بيبقاش كده خالص، وده المفضل ليا. بس دول من اللحوم النية، دول اسماك نية، ده سالمون وده تلابيا اللي هو البولتي. كل دول يعني يعتبروا من الانواع النية، الاسماك النية. ده بالاخطبوط، وفي باللحمة المدخنة، وفي بالحبار، وفي برضو سوشي بالرنجة، ده كان بالنسبة لي وحش قوي بصراحة. وفي بالكافيار،
في انواع كتيرة قوي السوشي، اكتر من 300 صنف. بس الانواع اللي انا بحبها واحد بالخيار وواحد بالمانجا، الاتنين دول يعني المفضلين ليا. برضو لو عاوزين نعمل لكم حلقة بعد كده عن السوشي ممكن اعمل لكم كده تشكيلة من السوشي، لان هو انواع كتير قوي. بس ده من الانواع المفضلة ليا. ده بيبقى بالافوكادو والكراب اللي هو لحم الكابوريا، بيبقى طعمه حلو قوي. وده بالجبنة المدخنة برضو والكابوريا، وده برضو من اللي انا بحبه جدا. ده بالمانجا، ده بيبقى رهيب يعني. اكتر نوع بحبه للسوشي اللي هو ده اللي بالمانجا، ولحم الكابوريا برضو بيبقى حلو قوي. في انواع كتيرة تانية في الاكل الصيني، بس انا مش عارفة اصور كله علشان المكان زحمة جدا، فكفاية كده علينا النهاردة. ندخل بقى على الحلو. ده يعني موز بيتحط عليه كده جيلي، بيبقى برضو لذيذ، احنا بنعمله في مصر بيتهيألي. وده بنانا بودنج، ده برضو عايزة ابقى اعمله لكم بعد كده، بس هنقدمه بطريقة تانية لذيذة قوي. ودي فروت سلطات محطوط معاها كده صوص، الصوص ده بيبقى حلو قوي يعني، دي برضو من الحاجات اللي بموت فيها. ودي حاجة زي فلان كده شوية بس معمولة بطريقة مختلفة، برضو لذيذة. ودي بقى شوية كيكات كده والحاجات، يعني تعتبر حاجات عادية يعني، مفيش حاجة في الحلو مميزة. لو في وصفة عاوزين نعملها هستنى رأيكم في كومنت تحطوها، وان شاء الله اكتر وصفة هيجي عليها كومنت هي اللي انا هعملها في فيديو المطبخ الاسيوي. باي باي.